بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير واحسن حال. النهارده بقى فيديو جديد ويوم جديد. متنسيش بقى تحط اللايك بتاعك وتعليق اللي بيكبر خاطر ومشتركه في القناه لو ما انتش مشتركه. وسمي بالله قبل ما نبدا، نسمي بالله ونصلي على النبي وتعالى نشوف احنا هنعمل ايه النهارده مع بعض. بصوا يا حلوين، اول حاجه هنا معايا كده ما شاء الله شايفين دي لحمه خرفان. دي قطعه كده من الدماغ، وديت الرجلين بتاع الخروف ده هعملها دلوقتي بشرب. ودي لحمه حمرا كده بتاع الخروف برضه هعملها كباب حله، لان عندنا ايه مش بيحبوها بشوربه. ده جزء بيحب ده وجزء بيحب ده. ومعايا هنا ميه بتغلي انزل فيها كده بورق روه عشان انزل بايه قطع اللحمه اللي هي ديت. هقطعها اول قلبه كده على النار، وبعدين اطلعها تاني اشطفها. بصوا يا حلوين، شايفين كده ما شاء الله اللحمه بدات تقلب معايا. طبعا اخدها تحت الحنفيه اشطفها شطفه حلوه وارجع بقى نكمل مع بعض تاني. شايفين بقى يا حلوين ما شاء الله اللحمه بتاعتي بعد ما رومتها وشطمتها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. والحله بتاعتي برده غسلتها وارجع اشوح فيها اللحمه. اول حاجه هنا هنزل بقال معايا معلقه من السمنه، ممكن تنزلها في ميه سخنه عادي، بس انا هشوحها بمعلقه سمنه عشان تدي طعم حلو وايه تدي طعم حلو كده للشوربه يا ولاد، طعم الشوربه شويه. معايا هنا هنزل بقى معايا هنا حبوب صحيحه، ورق لورا، حبهان ومستكه وفلفل اسمر حسن. ومعايا هنا برضو بصلتين وطماطميه وجزر هياخدوا تشويحه كده. وبعدين دي بقى بقطع لحمه الراس والرجلين والحاجات دي. نشوحهم كده في تشويحه. وبعدين هنزل عليهم كده بميه سخنه عشان تسوي معايا اللحمه بسرعه. زي ما انتوا شايفين كده يا حلوين ما شاء الله. غطي عليها بقى على نار هاديه تستوي براحتها. بس يا حلوين بقى شايفين كده ما شاء الله اللحمه بدات تقلب معايا. ده لحمه الراس والرجلين ريحتها تحفه والشوربه بتاعتها رايقه وزي العسل. هنقلها بقى على جنب عشان نعمل كباب الحل. بس يا حلوين بقى ما شاء الله نقلت هنا الحل بتاع الشوربه. هنا بقى هعمل الحل فيها كباب الحل. هنزل فيها كده برضو بمعلقه سمنه. كباب حله يعني سمنه برضو على زيت. معلقه كده كبيره من السمنه. وانزل عليهم برضو بشويه زيت صغيرين كده، يجي معلقتين زيت. وانزل عليها برضو بحبوب صحيحه معايا حبهان فلفل اسمر مستكه وبعدين قرفه برضو. نشوحها كده في السمنه وبنزل بقى قطع اللحمه اللي معايا. يا حلوين بعد ما اللحمه اتحمرت معايا كده في السمنه وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، ونزلت الصوص بتاعها كده، هنزل عليها بقى هنا معايا هنا بصل حلقات زي ما انتوا شايفينه كده. هنزل عليها بقى كده. ومعايا هنا قرن فلفل رومي على حر عشان يطعم معايا اللحمه. وعطيله تقليبه كده. هحط لها بهارات ملح وفلفل اسمر بس. عايزه تضيف لها اي حاجه تانية انت براحتك. ما بحطش في كباب الحله الا ملح وفلفل اسمر بس. معلقه فلفل اسمر كده.
لو عايزه تضيف لها طماطمايه عادي، انا هضيف لها طماطمايه صغيره كده تطعم معايا اللحمه. نقلب المكونات دي كده مع بعض. هنزل عليها بشويه ميه كده سخنين عشان يسوي معايا اللحمه بسرعه، شويه صغيرين بس لان هي لسه هتنزل ايه صوص. وهغطي عليها بقى وهسيبها على نار هاديه خالص. بصوا يا حلوين، هي اللحمه بتاعتي استوت خلاص اهي. قبل ما اطفي عنها بعمل لها تركايه كده. بصوا يا ولاد، معايا هنا طاسه على النار فيها حبه زيت صغيرين وفصين من مستكه كده ومعلقه توم مفروم. اول ما التوم بياخد لون ذهبي معايا كده بنزل بقى على الشوربه على طول. دي بتخلي معاكي طعم شوربه الكوارع او لحمه الراس في حته تانية خالص. اهي متحمراش قوي، دوبك تاخد اللون الذهبي ده بس. اهي يا حلوين، ده شكل الشوربه بتاعتي. بقوم نازله عليها بقى بطشه الثوم كده. دي بتودي معاكي الشوربه في حته تانية، بتخلي طعمها تحفه، مش فيها اي زفاره ولا اي حاجه. جربها كده بطريقتي كده وهتعجبك باذن الله. انا خلاص هطلع عليها نقل اللحمه والكوارع بتاعتي استوت خالص. اهي ان شاء الله شكل الغدا بتاعنا النهارده. ده ما شاء الله الكوارع مع لحمه الراس، شايفه شربتها وحلاوتها ما شاء الله، اصلا بتتكلم عن نفسها. وهنا بقى ايه كباب الحله ما شاء الله استوى خالص وبقى زي العسل. شايفين ما شاء الله اللحمه بتاعته دايبه خالص اهي، استوت معايا اهي يا ولاد. يعني زي ما انتم شايفين ما شاء الله ده كباب الحله بتاعي. هنا عملت جنب رز ابيض كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وده كان غدانا النهارده، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. هسيبكم بقى في رعايه الله.